مرحبا بكم فيديو جديد. معكم خوكم فيصل، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نركبوا الجلده لهاد الكوكوط هادي. وقبل ما نركبوا الجلده نحاول انني نبارطاجي معكم المعلومات اللي تحصلت عليها قبل ما نشري هاد الجلده ديال الكوكوط هادي. المهم انا اول حاجه غادي نقرب الكاميرا وغادي نقطع واحد الطرف ديال هاد الجلده هادي باش نبارطاجي معكم المعلومات اللي حصلت عليها باش نعرف واش هاد الجلده يعني جوده مزيانه ولا لا. يلا غادي نجاوبكم عندي باش نتيستيو هاد الجلده هادي قبل ما ندوزو للتركيب ديالها في كوكوط. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشوفوا في الراس ديال الجلده، غنلقاو انها يعني هاد الجلده هادي يعني مصوبه من ماتيا وحده، يعني ما فيها جوج ديال لي ماتيا. كاينين بعض الجلادي اللي تتلقى القلب ديالها في لون ومغشيه بشي نوع اخر ديال البلاستيك ولا ديال المطاط. هنا تتعرف بان هاد الجلده هادي مغشوشه. المهم بالنسبه لهاد الجلده هادي الى دققتي في الراس ديالها تتلقاها يعني لون واحد طبقه وحده. هذا هو اول شيء تتلاحظوا قبل ما تيستي هاد الجلده هادي، هو يعني الطبقات اللي مكونه من هاد الجلده هادي. ثاني حاجه غنحاول انني نقطع واحد الطرف بلا ما نقطعو نخليه طويل. نحاول انني نعرض هاد الجلده هادي للضغط، يعني غادي نحاول نعرضها للضغط وغادي نستعمل ليطو. بالنسبه نحاول انني نعرضها للضغط ونصبر عليها واحد المده ونفك عليها الضغط ونشوف هذيك الساعه واش غترجع للحاله اللي كانت فيها قبل ولا غتبقى مبريسيا. هنا الا رجعت للحاله اللي كانت فيها يعني رجعت لهذا الشكل هذا، عارف بانها جلده يعني هاد الجلده راها مزيانه. الا تعوجات وبقات في هذاك لافورم ديال المعوجه، عارف بانها جلده عيانه. هي اهم حاجه في كما الجلدات باش تعرفوا مزيانين متى تكون تتعرض لها للضغط تاخذ الحجم ديال هذاك الشيء اللي ضاغطه. هانتوما كما تشوفوا هي تضغطات مزيان. نصبوا عليها واحد شويه، دابا نفكوا عليها الضغط. نحاول اني نقاد الاوتو فوكس. كما تشوفوا هي رجعت للحاله الطبيعيه ديالها، يعني هذه ثاني حاجه تتبين بان هذه الجلده راها مزيانه، يعني هذاك الضغط اللي تعرضت ليه ما اثر فيها ما والو. دابا غادي ندوز لثالث حاجه. غادي ناخذ هاد الطرف ديال قاعده حش. كما تشوفوها حاش بزاف، يعني ماشي شي قاعده حش اللي عادي، يعني هذا من النوع اللي تيكون فيه السماكه في الحروشيه. دابا غادي نحاول انني نحك هاد الجلده في هاد قاعده الحش ونشوف شنو غادي يطرا. هانتوما شوفوا، واخا حكيتها مزيان يعني النسبه ديال التاكل ما كانتش كثيره، يعني غير شويه ديال بحال ما حكيتهاش كاع. وبالنسبه للبقايا ديالها هنا كما تلاحظوا تيتفتت، ماشي بحال البلاستيك تلقاه خشن، تلقاه بحال شي حاجه رطبه. هادشي كله تيبين بان هاد الجلده راه حاجه مزيانه. دابا ندوزو للتركاب ديالها في كوكوط. دابا ندوزو للتركاب ديال الجلده. اول حاجه خصنا ناخذوا المقاس ديال الجلده على قد السيركل ديال هاد الكوكوط هادي. غناخذوا الجلده ديالنا. غير بني واحد المعلومه، يعني ملي تبغي تقطع الجلده ديما تحاول تخلي واحد 2 ولا 3 د المليم زايدين، ومن الملاقيه غادي تبدا التدخال ديال الجلده. دابا غنجي هنا ونحاول نقطع واحد 2 ديال المليم ولا 3 يكونوا زايدين تقريبا. هذا هو العبار. نحاول نقلب على شي كيتو.
هذا هو الطاف ديال الجلده اللي غنستعملو. كما قلت لكم تنحاولوا اننا نبداو التدخال من هاد الجهه هادي. احنا دخلنا الجلده ديالنا، شوفوا كي جات يعني مساويه لداخل. دابا غادي ندوزو لواحد العمليه، هو اننا هاد الكوكوط هادي كلها مبوطه، يعني كلها من هنا عوجه، نحاولوا اننا نجستيوها مع هاد السيركل هذا. الجلده مزيانه. دابا خصني نطبق على منطقه ديال البلاستيك، تناخذ هاد المنطقه ديال البلاستيك وتنحاولوا اننا نضربوه في الحواف ديال باش نجستيو. هي الجلده ناضيه. المهم الخوت حنا سالينا البريكول، غيسمحوا لنا هاد الفيديو ما موجدين وما. المهم خدينا شويه ديال الماء، درنا شويه ديال الماء ودرناها فوق البوطه. دابا غنتيستيو. المهم الخوت العمليه تمت بنجاح، ونحاولوا اننا نصور لكم فيديو احسن من هذا المره الجايه. اما هذا ما فيديو ما والو.